نصيحة قبل لا تبدي بكل عمل لازم تعرف جودة المواد اللي جاي تشتغل بيها وتسوي لها فحص. أنا اليوم راح أسوي اختبار لهذه المادة اسمها عبر الشرق، خلنا نختبرها ونشوفها ناجحة لو فاشلة. وأول شيء سويته خلطت المادة لحد ما صارت بهذا الشكل، ووراها جبت بلوكة راح أفحص بيها المادة هذه. خليت المادة على البلوكة وراح أخليها على الجدار وأشوف مدى قوتها ومدى تحملها. وهسه راح نثبت البلوكة بالجدار ونرجع لها بعد 24 ساعة. وهنا رجعت وياكم باليوم الثاني. طبعا هسه راح نفحص التحمل مالتها لحد ما نوقع البلوكة لحد ما توقع. بالبداية يصعد هنا الولد تقريبا وزنه 65 كيلو وما وقعت. رجعنا جبنا كيس اسمنت الأول وهذا الكيس الثاني، وهم رجع صعد فوق الكيسين اسمنت، وتقريبا صار الوزن فوق هذه البلوكة الوحدة أكثر من 165 كيلو وما وقعت. وهسه بعد هذا الاختبار راح نعطيكم سر شلون تعرف المادة ناجحة لو فاشلة. أول شيء نجيب تاكوت وراح نفلش هذه البلوكة، وراح نعرف تماسك مال هذه المادة قوي أو ضعيف. فلشنا ووقعت قطع مالت البلوكة، بس بقت المادة متماسكة بالقطع مالت البلوكة مثل ما تشوفون قدامكم. إذن هذه المادة ناجحة 100%. شلون؟ لأن بقت متماسكة بالجدار وبقت متماسكة بالبلوكة. وطبعا أنا دائما أشتغل بالمواد، فجربت هذه المادة ونجحت وياي 100%. فأنا بالنسبة لي أنصح بها. وإذا ردتوا العنوان كربلاء، شارع حي الموظفين، مجاور مول الحسين التجاري. الرؤية الهندسية، الكيميائيات والبناء الحديث، متوفرة عندهم جميع المواد. إذا كان عندك واجهية أو بورسلين أو أرضيات فتلقى جميع المواد متوفرة عندهم. هنا وصلنا نهاية الفيديو، اللي أتمنى منكم لايك ومتابعة، واللي عنده أي استفسار أو ملاحظة يكتب لنا بالتعليقات، وتحياتي لكم.